كعادته اعتمد الإعلام الجزائري الموجه أسلوب التشكيك في النوايا خلال طرحه لتساؤلات حول تزامن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية المغرب 2023 مع افتتاح كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر يوم الجمعة المقبل 13 يناير الجاري. ففي جهل تام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي يسهر على تنظيم مونديال الأندية، زعمت صحف وقنوات جزائرية ناطقة بلسان نظام الجنرالات أن المغرب هو من حدد موعد القرعة ليتزامن مع افتتاح الشان. واتهمت الأبواق الجزائرية المضللة المغرب بالسعي لإفساد النسخة الأخيرة من التظاهرة الثانوية في القارة الإفريقية، وأنه يحاول توجيه الأنظار إلى الرباط في نفس يوم حفل الافتتاح بالجزائر، مع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان صاحب القرار في تحديد موعد القرعة وبقية الأمور المتعلقة بالمنافسة على لقب البطولة. وواصلت أبواق العسكر تحليلاتها التي لا تستند على منطق بأن فسرت مراسلة الجامعة الملكية المغربية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل احترام دفتر التحملات الخاص بمسابقة الشان، وذلك من خلال توفير خط مباشر ينقل بعثة المنتخب الوطني من الرباط إلى قسنطينة بأنه استفزاز وليس حقا من حقوق ضيوف البطولة التي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري. وسعار أبواق العسكر في الاستوديو التحليلي لبعض القنوات الجزائرية سببه عدم تأكيد حضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى حفل افتتاح الشان بالجزائر، والذي سيتزامن مع مراسيم سحب قرعة الموندياليتو. هذا وكانت عديد التقارير أشارت إلى أن الثنائي المذكور قد يفضل التواجد في الرباط على الجلوس بجوار الرئيس الجزائري عبد المجيد في أمسية الجمعة المقبل. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الناشط السياسي الجزائري وليد كبير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد ينحدر من المغرب ومغربي الأصل. وليد كبير وفي تغريدة نشرها على حسابه على تويتر قال بخصوص أصول الرئيس الجزائري: أصول عائلة الرئيس الجزائري من تيوات، أي من الأراضي المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية للجزائر قبل 120 سنة فقط. وتابع الحقوقي الجزائري قائلا: الرئيس الجزائري مغربي الأصل، وعائلته من أتباع الطريقة التيجانية التي أسسها سيدي أحمد التيجاني المغربي الأصل. وفي ختام تغريدته خاطب وليد كبير الرئيس الجزائري بالقول: جدودكم كانت لهم بيعة لسلاطين المغرب. وجدير ذكره أن وليد كبير المناضل والمعارض الجزائري المنفي في الديار الأوروبية هو ناشط سياسي وحقوقي وإعلامي، ورئيس للجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. واشتهر وليد كبير بالدفاع عن المملكة المغربية وصحرائها من خلال قناته على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. وأثارت قناة النهار الجزائرية سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية روبورتاج زعمت من خلاله عثور أمن المطار على طرد وصفته بالمشبوه كان في طريقه للمغرب. وزعمت النهار نقلا عن أحد المفتشين أن الطرد كان يحتوي على زخف يعود للحقبة العثمانية كان موجه للتصدير إلى المغرب. ووصلت القناة المذكورة ادعاءاتها بأن اتهمت المغرب محاولة سرقة التراث الجزائري قبل أن تبوء العملية بالفشل. والملاحظ أن مخرج دولة الجنرالات ارتكب خطأ فضح المسرحية الهزلية، إذ أن جميع الطرود تحمل ملصقات العنوان إلا الطرد المزعوم، كما أنه بالملاحظة جيدا على جانب الطرد يتبين ملصق قديم فوقه شريط اللاصق، هذا يعني أنهم استعملوا كرتونة مستعملة. وجرى الروبورتاج المفبرك سخرية عارمة على قناة النهار الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع النشطاء على اعتبار المسرحية الجزائرية يصلح لها عنوان 10 في عقل.
وأصدرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا تحت عنوان لعبة التوازن الحساسة لفرنسا في المنطقة المغاربية، وجاء في المقال أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 دقيقا بالنسبة لإيمانويل ماكرون في علاقاته مع شمال إفريقيا، حيث يتعين عليه إظهار توازن دقيق بين المغرب والجزائر. كيف يسترضي أحدهما دون تنفير الآخر في ظل التوتر بين الجزائر والرباط، والذي وصل إلى العلاقات الدبلوماسية في صيف 2021. وترى لوموند أن فرنسا كانت إلى حد ما مؤيدة للمغرب، وأن رابطها مع الجزائر مضطرب بشكل لا يمكن إصلاحه، على الرغم من الحفاظ عليه، مع أن كل منهما يتعايش أو يتكيف مع هذا الإرث من التاريخ. وفي وزارة الخارجية الفرنسية تلخص مقولة موقف باريس: الرئيس الفرنسي يبدأ بالجزائر وينتهي بالمغرب، غير أن تطور السياق الاستراتيجي الإقليمي بالإضافة إلى بعض التغييرات في الدبلوماسية الفرنسية أعاد تشكيل المشهد. يتعين إيجاد نقطة توازن جديدة، ويبدو الاختبار محفوفا بالمخاطر، تقول صحيفة لوموند. واعتبرت لوموند أن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط المفترض أن تتم في الربع الأول من العام الجاري ستعطي مؤشرا قيما على إعادة التقويم التي قررها الإليزيه. فهذه الزيارة مرتقبة بقوة، إذ يفترض أن تنهي مرحلة جليدية في العلاقات الفرنسية المغربية تمثلت في سلسلة من الاحتكاكات وأزمة التأشيرات وموقف باريس من ملف الصحراء رهان إيمانويل ماكرون الجزائري إلى آخره، والتي غدت القلق العميق بين العاصمتين. وقد قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بزيارة إلى الرباط منتصف شهر ديسمبر الماضي، مما ساعد على دفء العلاقات إلى حد ما. وأعلنت بهذه المناسبة رفع القيود المفروضة على التأشيرات في شهر سبتمبر عام 2021، ردا على عدم رغبة السلطات القنصلية المغربية في إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين غير المرغوبين فيهم على الأراضي الفرنسية. وأعرب دبلوماسيون عرب ومسلمون في نيويورك عن صدمتهم خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية من موقف البعثة الجزائرية التي عرقلت صوت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بسبب إشارة إلى لجنة القدس ورئاستها. وخلال هذا الاجتماع حرمت الجزائر الحرم القدسي الشريف من تعبير الأمة الإسلامية عن إدانة لانتهاك حرمة هذا المكان الذي يكتسي قدسية كبرى من قبل وزير إسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي. وأعرب هؤلاء الدبلوماسيون وفق ما جاء في صحيفة الاتحاد الاشتراكي عن أسفهم إزاء الموقف البغيض للجزائر التي تضحي بقضية المسجد الحرام الشريف عبر إقدامها على طمس صوت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للمرة الثانية على التوالي في غضون بضعة أشهر، عبر إقدامها على طمس صوت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للمرة الثانية على التوالي في غضون بضعة أشهر لسبب واحد: خصومتها مع المغرب. وجدد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم موقف بلاده الداعم والمساند لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وضمان أمنها واستقرارها. وأعرب أحمد بن سلمان المسلم خلال استقباله اليوم الأحد سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية خالد بن سلمان المسلم عن حرص البحرين على فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وأكد رئيس مجلس النواب البحريني على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في ظل الرغبة المشتركة لتوطيد كافة مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين البرلماني والاقتصادي، وفتح آفاق أرحب بما يخدم المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز
أحمد بن سلمان المسلم أن العلاقات المتميزة والشراكات المتعددة بين البلدين الشقيقين قد زاد رسوخا ونموا بفضل حكمة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما يجمع بينهما من وشائج وروابط وثيقة. كما أشاد بجهود الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في تعزيز مسارات التعاون في جميع المجالات والقطاعات التنموية، ومواصلة تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة المعروفة بتسمية VIP من وزير الخارجية رياض المالكي تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب بطاقة VIP من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن قادما من الأردن دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية. قال مكتب المالكي إن الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة. وتحت عنوان الجزائر تنهار، هل ستجر فرنسا معها؟ قدم السفير الفرنسي السابق في الجزائر غيزافيه دريانكور في مقال له بصحيفة لوفيغارو تقييما نقديا للغاية للسنوات الثلاث من الفترة الرئاسية لعبد المجيد، معبرا عن خشيته من تداعيات الوضع السياسي الجزائري على فرنسا. غيزافيه دريانكور الذي كان سفيرا لدى الجزائر مرتين بين عامي 2008 و2012 ثم ما بين 2017 و2020 قال إن 3 سنوات مرت منذ انتخاب عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية، وإن صداقته واحترامه للشعب الجزائري تلزمه بالتذكير ببعض الحقائق عن الواقع السياسي والأوهام الفرنسية وعواقبها، زعما أن الجزائر الجديدة بصدد الانهيار وتجر فرنسا معها في طريقها للانهيار بشكل أقوى من تسبب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية 4 عام 1958. ويضيف السفير السابق أن الواقع الجزائري ليس كما يرسم لنا، لقد سقط نظام بوتفليقة الفاسد في عام 2019 وبعد الاضطرابات كما في أي ثورة، فإن الجزائر الناتجة عن الحراك المبارك ستكون كما قيل لنا عنوانا للتقدم والاستقرار والديمقراطية. لكن ما حصل حسب زعم دريانكور فإن جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020 ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي، نظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد السوفيتي السابق، وحشي بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها وريعها وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري. ويقول السفير السابق إنه يوجد اليوم في السجون الجزائرية سياسيون وموظفون وعسكريون يرتبطون بالنظام السابق، بالإضافة إلى صحفيين كتبوا مقالات تنتقد أو تتحفظ على سياسة النظام، وأيضا بوجود آخرين نشروا رأيا مخالفا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سمحت جائحة كوفيد للجيش ببدء التطهير السياسي، ثم استغل الظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لإكمالها، كممت أفواه الصحفيين واعتقلوا أو حرموا من جوازات سفرهم، كما أغلقت صحف مثل ليبرتي بينما وضعت الوطن تحت الوصاية. وفي الأيام الأخيرة أتى الدور على راديو إم الذي اعتقل مديره إحسان القاضي، ثم موقع الجيريا بارت لاتهامه بتلقي أموال من الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجل زعزعة استقرار البلاد. علاوة على ذلك تم حل جمعيات مثل كريتاس التي أسستها الكنيسة
الكاثوليكية قبل عام 1962، واتهم البعض الآخر بتلقي أموال من الخارج. وتابع ديريناكو القول إنه في الخارج أي في بلده فرنسا، فإن الخطاب المناهض للفرنسيين الذي كان انتهازيا وأحيانا أخرق في عهد بوتفليقة هو اليوم في صلب النظام في عهد عبد المجيد، والذي تكمن قوته في جعل العالم يعتقد أن الجزائر ربما ليست ديمقراطية على النمط الغربي، لكنها تتحرك وفقا لوسائلها الخاصة نحو نظام استبدادي قليلا وبوليسي بشكل لطيف، ولكن دون أن يكون ديكتاتوريا على الإطلاق. لكن عبقرية هذا النظام تتجلى خاصة في تمكنه من جعل هذه الحكاية تبتلع من قبل الفرنسيين الذين يفترض أنهم أكثر من يعرفونه. يتابع غيزافيه دريانكور قائلا: نعتقد أننا نعرف الجزائر بحكم احتلالنا لها، لكن الجزائر تعرفنا. سيكون عام 2023 بعد الزيارة الرسمية في 2022 وقت النشوة مع زيارة دولة سيقوم بها الرئيس الجزائري. لكن دعونا نكون بلا أوهام، قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيشهد عام 2024 حتما أزمة جديدة، لأن الخطاب المناهض للفرنسيين هو خميرة حملة انتخابية ناجحة.